السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هاتريكاوية، والحلقة العاشرة من بودكاست على الدايز. الحمد لله، والله الحمد لله كنا فين وبينا فين. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة. عندنا 3 مواضيع النهاردة هنتكلم فيهم في بودكاست على الضيق، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة دي ما هتعدي نص ساعة بإذن الله. أسرع حلقة بودكاست على الضيق في التاريخ. نقوم بقى. عندنا إن شاء الله 3 مواضيع. أولا بعثة النادي الأهلي والحادث اللي كان حصل للطيارة في أكرا في غانا، والحمد لله البعثة كلها تمام، بس هندي لك يعني ايه حاجه كده بسيطه عن الموضوع ده. اخبار البعثه حلو انت كده يعني. اخبار البعثه، وعارف لو كنت قلت اخبار البعثه كان خلصت. الحاجه الثانيه هنتكلم عن الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي مشتعل تماما بعد فوز مانشستر سيتي على برينتفورد. والحاجه الاخيره هنتكلم عن دوري ابطال اوروبا بعد انتهاء مرحله الذهاب. فلذلك يلا بينا بسرعه عشان ما نضيعش وقتك. ممكن نتكلم عن دوري ابطال اوروبا قبل الدوري الانجليزي، هو الاحدث يعني. اوكي ماشي يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا الاول ببعثة النادي الاهلي. هتلعب النهارده ان شاء الله قصاد ميدياما الغاني في الماتش الخامس من مرحله المجموعات في دوري ابطال افريقيا. النهارده ان شاء الله. عندك الاهلي متصدر المجموعه، بعد كده يعني 6-5-5-4 ده ترتيب النقاط في مجموعه النادي الاهلي. لكن حصل لبش كده وحصل شويه حاجات كده في الطياره. ايه اللي حصل؟ والله الاخبار اللي طلعت ان الطياره وصلت لمطار اكرا. حلو. في بتاع كده اكرا توفيق. في بتاع كده في جاتا. طبعا حاجه في بتاع كده في جاتا اللي هي الصغننه اللي بتنقل الطياره دي. حلو. فبيقول لك المعده اللي بتنقل الطياره خبطت في المقدمه بتاعت الطياره فتاثرت الطياره فمش هتسافر، مش عارف ان هي تسافر لمدينه كوماسي من محافظه لمحافظه يعني. فبسبب كده طبعا البعثه اتعطلت، وصلت في ميعاد متاخر عن ميعادها. الاهلي بحث مع الاتحاد الافريقي ان احنا ناجل ساعتين المباراه، لكن طبعا الاتحاد الافريقي ما وافقش لحد ما الفريق البعثه وصلت زي ما اعلن الاهلي للفندق بتاع الاقامه. ده يعكس بقى حاجه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا اللي هي دايما كنت بقول ان حق الناس اللي ماسكه الدوري هنا في مصر ان هي تدي راجل بيلعب في افريقيا 4-5 ايام راحه. ده طبيعي، عكس الناس بتلعب في اوروبا. طب اشمعنى اوروبا قريبين من بعض؟ غير ان هم قريبين من بعض، التنقل بسيطه، اتوبيس ولا قطر ولا طياره يعني. انت هنا في مصر لو راح ليبيا قريبه منك اهي، ده حوار، بتبقى حوار برضه. ده حوار. لا افريقيا انت لما بتروح السودان تلعب المريخ السوداني ولا الهلال السوداني برضه بيبقى حوار. انت افريقيا غير مجهزه بشكل كبير جدا في وسائل التنقل، حتى مش هقول لك مثلا في التصوير وفي الملاعب بجانب المساحه انت عشان تسافر من هنا لاثيوبيا مثلا اللي هي تحت منك ببلد. ايوه طبعا، بس انا بقول لك كده ليه؟ لان انت مثلا لو في طريقه سفر مريحه من مصر لاثيوبيا على طول برغم المسافه هتعدي والدنيا هتمشي ونعرف نلعب. لكن انت بتوصل المطار الرئيسي بتاع الدوله، ومنها بتركب طياره ثانيه عشان تروح للملعب، واحيانا بتوصل لمطار دوله ثانيه عشان مفيش خط بينك وما بينها. يعني لا الوضع في افريقيا صعب جدا، بس المهم لكن الحمد لله البعثه تمام. نتمنى بقى من ذلك ما تبقاش حجه، عشان عارف اللعيبه والمصريين. لا بص، انا قلتها في حلقه المحليات اللي نزلت امبارح. احنا اللي حطينا نفسنا في هذا الموقف، ان انت دلوقتي محتاج ان انت تكسب ميدياما يمين شمال عشان الماتش اللي بعده ما ينفعش. انت هتبقى محتاج ال3 نقط دول عشان تبقى 9 على الاقل، تبقى استريحت، وميدياما ينزل له كده يفضل في 4 تحت، فتبقى العمليه هو المسلسل حلو بالنسبه للاهلي في كل مره. وهنيجي برضه في شهر 5 ونقول ايه الثالثه 10 يا اهلي ويلا وبتاع، الثانيه 10 يا اهلي ويلا والكلام ده. مش بنعرف نعد. والله انت متخيل الرفاهيه اللي احنا فيها؟ والله يا فقير. انا كل ده فاكر ان احنا ماشيين في 13. تصدق ماشيين في ال 12. 11 من الحمد لله. نخش بقى على دوري ابطال اوروبا والمعاجن اللي حصلت في الدور ال16. تعادل، يعني احنا كنا اتكلمنا معاكم بقى الحلقه اللي فاتت عن ال4 ماتشات الاولين، خلونا في ال4 ماتشات التانيين. تعادل برشلونه مع نابولي، ومن اتلتيكو مدريد وانتر ميلان. انتر ميلان بيفوز 1-0. اندهوفن ودورتموند يعني 1-1 ما علينا، وتمام يعني الحمد لله الدنيا كانت ماشيه زي الفل. جاليني التاني بورتو، يلا جاليني اوسيمين. طيب عشان ما تبقاش قصاد الناس ان انت بتقول كلام بوم خلاص. انت روح دلوقتي تلعب في ارض الفريق المنافس. حاصل. راح جه الفريق المنافس ده اللي اقل منك كتير لسع الجول. انت وانت قاعد على الترابيزه دي الجمعه اللي فاتت كنت شايف ان نابولي كعبه اعلى على برشلونه، وانا قلت لك يعني انت شايف ان نابولي اقوى من برشلونه. قلت لي حلو قشطه. قلت لي هي اعلى وهتصعد. فانا يبقى الفريق اللي كعبه عالي عليا وفي ارضه وفي ارض ملعبه اعمل
له هذا الاحراج وهذا الاداء وابقى كسبانه، وهو اللي بشق الانف ويتعادل معايا بكره واحده على المرمى وتاخدها لي كانها تحفيله؟ ده هم هناك انا مش بحفل، ده هم هناك في نابولي في منتهى الحزن. انا مش بحفل، بس انا عايز افكرك بحاجه. انا قايل لك ان نابولي هو اللي هيصعد من المباريتين. على فكره هو ما انا قايل لك ان برشلونه حوار اسمه ده اتلغى، اللي هو الجون بره الملعب. ده من يوم ما مدريد خد دوري الابطال بسببها. هي بقى دلوقتي انت نابولي لو جت غلبتك 1-0 شكرا خلاص انت كده. ما هي دي الفكره بقى، ان نابولي اصلا مش هتعرف تيجي تغلبك 1-0 يا جماعه. مش مين اللي قال؟ مش عشان انت شفت الماتش، انت بتتفرج على بورتو. انا كنت بتفرج على بورتو والله العظيم فرقه نابولي ما عندهاش اي معلومات عن كيفيه بناء الكوره، بس ممكن تحصل نابولي. طيب نابولي هو ثالث مدرب يجي يمسكها في الموسم هو بطل الدوري يعني. كالزونا. نابولي هو اوسخ بطل دوري ايطالي جه في التاريخ، المركز التاسع فرق 9 نقط عن اتلانتا. تمام. المدرب بتاع نابولي كان مساعد في جهاز ماوريسيو ساري. وفي نفس الوقت يا باشا الراجل كالزونا ده هو مدرب منتخب سلوفاكيا حاليا، يعني هو ما زال مدرب منتخب سلوفاكيا. بتحس ان دي لورنتس اللي هو المدير بتاع الماسك النادي او مدير او صاحب النادي عايز يبوظ الموضوع. نابولي ضعيف جدا، مش عارف يطلع بالكوره، مش عارف يمرر تمريرات صحيحه، مش عارف يخترق الدفاع. هو في مره في غفوه من نيجو مارتينيز اللي اخذ قرار انا هتعب واريح وانام في الارض على اساس ان الحكم يحسبها فاول. طبعا الحكم شاف ان ما فيهاش حاجه وحصل منها فيكتور اوسيمين جول. نابولي شاطت شيطه امبارح في ارضها على برشلونه الضعيف فشخ. برشلونه الضعيف شاطه كام كوره؟ واحده اللي جت جول. فرقه تعبانه. انت كل الوسط دلوقتي في برشلونه باذن الله نابولي هتصعد. كل الوسط دلوقتي في برشلونه بيقول ان احنا يا خساره ان احنا ما كسبناش 2-3. انت متخيل احنا كنا فين؟ يعني انت متخيل احنا كنا فين؟ انا ما اتفرجتش. يبقى ما تتكلمش. انا ما اتفرجتش. انا ما اتفرجتش على الماتش. حلو كده، بس ان شاء الله باذن الله نابولي هتصعد. انا بقى عندي دايما سؤال معين كده بحب اساله لاي جمهور غير جمهور ريال مدريد، عشان دول كده ما بيفهموش في الكوره. فانا عايز اسال سؤال معين. ما بتفهمش في الكوره واحنا معانا 13؟ شفت بقى ان انت مش معاك 13؟ شفت انت ما بتفهمش في الكوره 14؟ شفت بقى ان انت ما بتفهمش في الكوره؟ بطلع عددنا كتير. شفت الرفاهيه اللي احنا فيها، عددنا كتير مش عارفين. انا دلوقتي عندي بسال سؤال. انت راجل بتشجع اسميل، حلو، راجل بتشجع دورتموند، بايرن ميونخ، ايا كان اي حاجه في اوروبا. ايه سر كراهيه العالم لبرشلونه؟ مش كراهيه، لا مش كراهيه، بس يعني برشلونه انا بالنسبه لي برشلونه كانت حاجتين بالنسبه لي انا كمعتز. فريق منفوخ من محبيه، ده اولا. برشلونه جماهيره بتنفخوا نفخه بنت، يعني مش عايز اغلط. الحاجه الثانيه من بعد ميسي احنا ما شفناش برشلونه، صح؟ لا. في امجاد كتير كانت بتحصل بسبب ميسي ما بتحصلش دلوقتي بسبب برشلونه. واحد. طب ما هو ميسي بقى ماشي بقى له 40 سنه ولا؟ ميسي على الاقل كان بيحاول يجيب معاك طيب. دوري ابطال واحده. ميسي كان بيجيب لك كاسات اسبانيا وكان ماشي. انا بقى كنت بشوف ان دي زيطه كبيره قوي حوالين برشلونه. انا ما بحبش الفريق المنفوخ. انت بتقول ان جماهير برشلونه نفخه فريق برشلونه. هل بقى فريق برشلونه ده هو ليس على مستوى البطولات اللي يكفي ان هو يتنفخ ويتقارن بريال مدريد؟ هو الفرق ما بين برشلونه وريال مدريد قد ايه في البطولات؟ في الدوري انت تكسب. لا انا في الدوري ما اكسبش. في دوري الابطال انا اكسب. في دوري الاسباني انت اكتر. ودوري الاسباني انا اكتر. انا هقول لك توتال البطولات غالبا في الفتره الاخيره دي انتوا فرقتوا عننا ببطولتين 3. يعني الفرق ما بين فريقك الجامد التنين والفرق ما بين برشلونه والفرق ما بين برشلونه فريق عادي يعني. والفرق ما بين برشلونه اللي انت بتقول عليه منفوخ هو بطولتين 3. هل ده فريق منفوخ؟ برشلونه يا ابني اذا كان فريق انا بقول لك ان هو واخد اقل من الفريق اللي انت الاعجازي بالنسبه لك اكتر فريق بتحبه، واخد اقل منه بطولتين 3 ولحد مثلا في اخر 10 سنين كان سابقه، هل ده فريق منفوخ؟ طب تعال نشوف تاريخ المواجهات ما بين برشلونه وما بين ريال مدريد. ريال مدريد كسبانه، بس هل كسبانه بفرق النجوم؟ لا، هي برده كسبانه بفارق قليل. طب هات على مدار التاريخ قبل ميسي، هل برشلونه كان هو الفريق اللي دايما بيتداس عليه من ريال مدريد؟ احب اقول لك ان اول كلاسيكو اصلا رسمي ما بينك وما بين ريال مدريد، ما بين برشلونه وما بين ريال مدريد، برشلونه اللي كسب، وساعتها برشلونه اخذت الدوري، وساعتها كان رئيس برشلونه معدوم في ارض ملعب كاتالونيا بعد ما اتدمر بسبب الحرب الاهليه الاسبانيه. يعني انا اصلا مريت بحاجات ومش طريقه انا اتكلم فيها، بس انا بقول لك هو ده كده منفوخ؟ لا كده مش منفوخ، ده كده فريق قوي منافس قطب تاني للكره في اسبانيا. تحبه ما تحبوش ده تشجيع. انا نفسي افهم هو قطب تاني انا نفسي بس قطب عالي مش زي الزمالك، هو قطب عالي. هوب والله مش زي ارسنال هتحوروا على بعض. اعرف حجمك وشجع فريقك. تمام، حجمي
ايوه مدريد لا برشلونه كارسنال. ماله ارسنال؟ لا لا هنجيلها في الدوري الانجليزي بقى بصراحه، هنجيلها في الدوري الانجليزي بس الفكره كلها في حاجه. خلينا في دوري الابطال. الفكره كلها في حاجه نابولي وبرشلونه. انا عايز اسال اي حد بيشجع اي فريق غير ريال مدريد ايه سر كرهك لبرشلونه؟ غير حاجه واحده بس، انا ما بفتكرش حاجه واحده بس، ان انا جيت في يوم علمت عليك بس. ما هو الكلام ده ما ينفعش على بايرن ميونخ. حلو ليه بقى؟ ما ينفعش على ريال مدريد، لان زي ما علمت عليك صح. لكن بايرن ميونخ اداك بشلتين في وشك هتعيش بيهم طول العمر. يا عم بايرن ميونخ شايلني. اشمعنى ليه جماهير برشلونه او فريق برشلونه مقبول؟ جماهيريه برشلونه كبيره. ليه بقى؟ عشان كده الكلام على برشلونه كتير. فلذلك الناس اللي بتتكلم على برشلونه حرفيا بتنفخ في برشلونه. لا مين قال لك ان هي بتنفخ في برشلونه؟ مش يمكن احنا الوحيدين اللي نديله حقه؟ جايز دي وجهه نظرك. يعني دي حاجه غريبه جدا. في حاجه هتقع ولا ايه؟ واحد يشجع بلديه المحل برضه ليه بيكره؟ قعدت تقول بلديه المحل لغايه ما اتغلبوا في الدوري 3-0. ليه بيكره برشلونه يا ابني؟ انت عملت لك حاجه غريبه جدا. يعني واحد مثلا يوم مشجع ايفرتون. طيب يعني انتوا هتصعدوا يا باشا انا قلت لك حاجه، انا خايف. انا قلت لك ثانيه واحده. لا طب اهدى. لا قلت لك يا باشا احنا هنصعد من نابولي في دوري الابطال. بي اس في ودورتموند. انا ما اتفرجتش على الماتش طبعا. ولا انا ما حدش تقريبا اتفرج على الماتش يعني. ولا انا بس ايا كان يعني ده او ده هيطلع اللي يطلع يجي لنا يعني. مش لا بس بي اس في تجربه ممتازه مع لوك دي يونج. بالتجربه لذيذه يعني لغايه دلوقتي. انتر ميلان في السان سيرو بيفوز على اتلتيكو مدريد، بس هي متوقعه. لا شبه متوقعه. لا اقول لك على حاجه. الحلقه اللي فاتت انت قلت ان سيميوني ان سيميوني انزاجي عامل شكل جامد جدا مع انتر ميلان وفارق ب9 نقاط عن تاني الدوري دلوقتي في الدوري الايطالي، وان هو الفريق الوحيد في الدوري الايطالي او في الكره الايطاليه كلها هو اللي عامل اداء كويس وثابت على موقفه بعد ما شالوا كونتي وعملوا القصه اللي انت حكيتها دي. فطبيعي جدا ان هو يغلب اتلتيكو مدريد. لا عشان اتلتيكو مدريد مش عويل، مش بلد المحل. بس اتلتيكو مدريد بيبيض يعني يعني خنيق برضه. اتلتيكو مدريد ده لاعب ريال مدريد اخر كام شهرين دول بتاع 3-4 ماتشات تقريبا. انتوا كسبتوا ماتش وتعادلتوا ماتش وغلبوكم ماتشين. اتلتيكو مدريد ده حاليا كان عندي اصابات. ريال مدريد اتلتيكو مدريد ده حاليا هو فريق من الفرق اللي بتغير في اسلوبها وزي ما قلت لك مع دييجو سيميوني وفي نفس الوقت عامله اداء رائع جدا. هو ماتش قوي جدا يعني. حتى الان الانتر لم يحسم تاهله لكن كفريق تكتيكي وفريق الانتر بصراحه بشوف من اقوى الفرق التكتيكيه، من اقوى الفرق اللي تقول ان هي كده النهارده بسبب المدرب مش بسبب اللعيبه. فاهم؟ عامل اداء عالي في الدوري الايطالي. هو مهيمن على الدوري الايطالي والراجل برده في نفس الوقت متصدر المجموعه بتاعته في دوري الابطال وفي نفس الوقت لاعب اتلتيكو مدريد في ارضه وعمل اللي عليه كسبه. الفكره بقى كلها في الواندا متروبوليتانو لان الفريقين يمكن يبقى فيهم حته ارض اسبانيا مختلفه ان هم الاثنين ناشفين تكسير عظام يعني. خلي بالك ده كمان ده الانتر ضايع، ده ناتوفيتش ضايع يعني. كان الانتر كان ممكن تزيد لكن اتلتيكو مدريد برضه طلع كسبان واحد. يعني جحيم متروبوليتانو يختلف واقوى من جحيم مش اقوى. هي مش اقوى بس الفكره كلها ان الماتش مش سهل، مش عادي ولا متوقع ان هو يغلب اتلتيكو مدريد. وعادي جدا تلاقي اكيد يعني ان الاسبوع اللي جاي نقول لك ان اتلتيكو مدريد صعد دور الثمانيه عادي جدا ولا فيها اي مشكله. اتلتيكو مدريد فريق قوي جدا، فريق وانا بستقبل اي مفاجاه في دوري الابطال عادي بتحصل عادي جدا يعني. مثلا يعني من المفاجآت اللي ممكن تحصل ان برشلونه يصعد على حساب نابولي. مش علاقه بس انا ما بحبش طريقه البوم دي عشان انا مالك الموضوع ده. مش هحب انا الطريقه دي. طيب خلينا نقول اخر حاجه في بورتو وارسنال. كنت عملت حلقه نزلت بعد الماتش على طول تحليل لبورتو وارسنال وقلت ان ارسنال ارتيتا كان مذاكر كويس جدا. بورتو كان عامل حسابه كويس جدا في حته التكتيك الدفاعي، كان بيحاول ان هو يضيق المساحات، كان بيحاول ان هو يمنعهم من بناء الهجمات. كان لغايه الدقيقه حاجه و60 تقريبا ابتدت الجماهير في الملعب، الجماهير البرتغاليه جماهير بورتو ابتدت ان هي بقى تولع شماريخ وان هي تعمل زوم اكتر على اللعيبه. ابتدى البدني يقع عندنا كمان في ارسنال وفي بعض اللعيبه كمان اتهزت. قعدت انت مستحمل الضرب ده كله لغايه الدقيقه 93.5. ال 93.5 راحوا جابوا جون. بصراحه جون جامد، جون جامد قوي. رايا هو اللي هيشيله طبعا بنسبه 100% متقدم كذا خطوه بره ال 18. الواد جالينيو اللي انا قلت عليه في فانتازي دوري الابطال لحد عايز يشتريه، قلت الواد ده كويس. المهم الواد ده لقى رايا طالع بره راح
ار2 كده يا باشا ايه، وقعت كده من ورا راي طبعا زي ما انت عارف ايه محمد هنيدي في نفسه. بس قال لك ايه بقى في واحد بيبرر له على الفيس، قال لك من احد الحاجات اللي خلت ديفيد رايا حارس مرمى حجم ايديه غير طبيعي. حجم ايديه كبير. عامل ايه ايده كبير؟ عامل ايه بايديه عامل ايه بايده طالما هو قد كده ومش هيعرف يطلع لي في حاجات زي كده. عارف كان في دراسه بتتكلم على فكره الالتحامات الهوائيه ما بين المدافعين وما بين المهاجمين، وان الحكم فيها مش للطول، للايد، للتايمنج. التايمنج، الجامب تايمنج، يعني التايمنج بتاع المدافع لو قصير من اصلا من المهاجم بس نط في الوقت المناسب هيجيبها احسن من المهاجم لو المهاجم نط في وقت غير مناسب. لا هو امبارح كانت غلطه فرايا او حراس المرمى يعني دلوقتي الكره لما اتطورت شويه بقيت بتشوف حراس مرمى عندهم بنيه مختلفه تماما عن الطول بتاع الحراس المرمى بتوع زمان اللي هم او المعروفين. كنا شفنا كذا حد من كده يعني كان عندك برضو رامزديل مش طويل قوي، رامزديل، بيكفورد مش طويل قوي، مش عارف مش طويل قوي يعني بيبان ان هو عادي يعني. ونانا مش طويل قوي، ونانا كل الناس اتولدت. لا بس لا بغض النظر عن الموسم بتاع مانشستر يونايتد يعني هو كان برضو يعني كان حاسس كويس. فان شاء الله باذن الله احنا هنصعد من الاميريتس ان شاء الله باذن الله. بورتو مش من الفرقه اللي تخوفني قوي يعني، بورتو مش من الفرقه اللي هي دي اخرج من دور 16 بسببها، لا انا خرجني من اتلتيكو، خرجني من برشلونه اقول لك اوكي، لكن ان شاء الله من الاميريتس احنا صاعدين باذن الله ان شاء الله. انا مش هراهن عشان انا متفق ان ارسنال هيصعد من بورتو ان شاء الله باذن الله. ودي كانت نهايه حتتنا في دوري ابطال اوروبا. نخش على الدوري الانجليزي، وانا قلت لك مش هنعدي النص ساعه ان شاء الله في هذا البودكاست. بس احنا قبل ما نخش الدوري الانجليزي في لايك جه منك لغايه دلوقتي ما سمعتش الصوت. تعرف ان هم غيروا صوت اللايك بتاع اليوتيوب؟ ما تجرب صوت اللايك الجديد كده. لايك سبسكرايب ده بيدعمنا ان احنا لازم عجبتك يعني. الكومنتات شاركونا يا جماعه في الكومنتات، احنا بنفضل قاعدين احنا الاثنين كل شويه لما بيجي لنا نوتيفيكيشن للكومنت بنخش نرد على الناس عادي جدا. نخش بقى على الدوري الانجليزي ومانشستر سيتي بعد التعادل مع تشيلسي. التعادل يعني مش هقول كان متوقع قوي بس جت مصلحه لليفربول وارسنال يعني، والفوز بعد كده على توتنهام. مش عارف انت بتخرق نفسك ليه؟ عندك بقى بعد كده ايه، ليفربول بيفوز بالغيابات 4-1 على لوتون تاون، وغيابات تقيله. روبرتسون مش موجود، ارنولد ما كانش بيلعب، اسمه ايه، اليسون ما كانش موجود، صلاح ما كانش موجود، جوتا ما كانش موجود، فانت حرفيا لعبت نونيز ما كانش موجود، فانت لعبت بلوكا بديفيد لويس دياز، ولعبت بماكاليستر، ولعبت بجاكبو وهارفي إليت وبرادلي والناس دي كلها. فهل الماتشات اللي جايه في ماتش ما بين السيتي سيتي وارسنال، وفي برضه ماتش في السيتي وليفربول، هل الدوري هينتهي في المباريات دي؟ المواجهات بتاعت السيتي هنرجع تاني لنفس الموضوع والنقطه، اقول لك ان الدوري الانجليزي في النهايه هو ما بين الليفر وما بين السيتي، يقرب مره واحد فيهم ويبعد مره واحد فيهم. الارسنال مع احترامي الكامل هيخرج بره المنافسه وهيخرج بره الحسابات، هو هيبقى موجود في التوب فور مع مانشستر يونايتد. قول يا بدعدع، ده التحدي الثاني، قول يا بدعدع. بس بنسبه كبيره جدا المواجهات المباشره بتفرق قوي في ترتيب الدوري بعدين، حتى في ما بين الليفر والسيتي في المواجهتين او في المرتين اللي السيتي اخد فيهم الدوري فرق نقطه عن الليفر، في ماتش كان ما بينهم هما الاثنين الكره اتشالت من على الخط. بمناسبه النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي، عايز اقول لك ان ليفربول لعب 26 ماتش جايب 60 نقطه، وان مان سيتي لعب 25 ماتش جايب 56 نقطه، والارسنال 55 فرق نقطه برضه لو كسب السيتي الماتش اللي جاي على بورنموث يعني، فاهم اللي هي الجوله ال 26 بس للليفر على ايه؟ للليفر فرق نقطه المره دي للليفر يعني هيدوقوا من نفس الكاس يعني، شكله كده على الليفر عن الارسنال. ده لو الارسنال كسب الماتش الماتش انا ما عنديش ماتش مؤجل يا مصطفى، انت لعب 25 ماتش. ما هي السيتي انا شرحت لك الحته دي، ليفربول لعب ماتش الجوله 26 بدري مع الجوله 25. هو اللي سابق يعني. فاحنا هتلاقي الكل لعب 25 عادي على الليفر ولوتو، فانا داخل الجوله 26 انا طبيعي، انا كارسنال انا عادي جدا، وانت السيتي عادي جدا، فاهم؟ انا ما اعرفش ليه السبب يعني، هل عشان الدوري الاوروبي مثلا؟ عشان الكاس برضو وارد، بس عادي ما كنت لعبته اول ماتش في الجوله. هنيجي نتكلم على ترتيب الجدول، والله احنا نسكت ترتيب ماتشات الدوري الانجليزي. احنا نسكت فعلا. بشوف بقول لك اللي بتفرق ليه في الماتشات المواجهه، الماتشات المباشره اللي ما بينهم وما بين بعض، عشان خاطر كان في مره الكره بتاع صلاح اللي طلعت من على الخط، اللي هي كان ربعها على الخط والباقي ربعها على الخط. ايه يا راجل، ده ربعها على الخط والباقي جوه، ده البلف والباقي كله جوه واتلغت. لو كانت جت دي جون كان الليفر اخد 3 نقط، كان زمانه فرق وخد الدوري عن السيتي بنقطتين. بتتكلم عن الدوري الانجليزي البطوله الاصعب في العالم، تمام. فهو الدوري في الاخر هيبقى ما بين السيتي وهيبقى ما بين ليفربول. انا بقى عايز اسالك سؤال تاني. اتفضل يا فندم. لسه برضو مانشستر يونايتد مش توب فور؟
لا ما اعتقدش ان اليونايتد هيخش توب فور. بص اقول لك على حاجه. طب فكر انتوا كسبانين 4 ماتشات متتاليه. هويلاند انفجر، جريناتشو ابتدى يشتغل ماتش وماتش، تمام، كل ده على دماغي وعلى راسي وعلى دماغي يعني. لكن المباريات لسه هتزيد، لسه فاضل لك حوالي 12 جوله، بالجوله اللي جايه يبقى 13 جوله، فانتوا مش هتوصلوا للتوب فور. هو انا بس اللي فاضل 12 جوله كلنا؟ لا انت مش انت كمانشستر يونايتد لا مش هتوصل. كلمني بالمنطق ده. ما اكلمك بالمنطق. انت كده كده في 3 احنا خلاص متفقين عليهم. حلو. انت احنا هنا مش جايين نقول، احنا هنا مش جايين نفرض اراء. طبيعي. احنا هنا جايين نبرر الراي للناس ولينا البعض. احنا كده مش متفقين قبل ما نطلع نتكلم. تمام، نطلع كده على الله. فانا عندي استعداد اقول لك ليه مانشستر يونايتد هيوصل يبقى واحد من التوب فور. تمام، لان هو مش مجرد هوا، ولا مجرد انا بشجع الفرقه. انت عندك العكس، فتفضل اقنعني شايف ليه مانشستر يونايتد مش هيبقى من التوب فور بس. حلو، احنا كده متفقين ان في 3 موجودين في التوب فور اللي هو مان سيتي وليفر وارسنال، صح كده؟ طيب انت دلوقتي المنافسه بينك وبين مين؟ توتنهام، استون فيلا، وانت في حد ممكن يطلع يرازيك؟ هتعتمد برايتون؟ هتعتمد نيوكاسل؟ ما افتكرش. يعني انت مواجهاتك بين ال3 توتنهام، صح كده؟ طيب توتنهام دلوقتي بيتشنكل، يعني تشنكل من ماتشين، فاز الماتش اللي فات تقريبا، ولسه عنده ماتشات سهله الماتشات اللي جايه. انت بقى قدامك مين؟ يعني انا هقول لك ليه، انا مش صعوبه الماتشات. قدام مين في الفيتشرز يعني؟ قدامك مين في قدام التوب 6 كلهم كاملين على ما اعتقد. انا عارف ان انت في ماتش بينك وبين السيتي اللي هو الجوله عندي ماتش بيني وبين السيتي 25 وهيبقى عندي ماتش لسه ما بيني وما بين الليفر، وعندي ماتش ما بيني وما بين اليونايتد. انا هلعب اليونايتد، انا سوري هلعب تشيلسي والليفر ورا بعض اصلا. انت هتلاعب السيتي في 27 وعندي ماتش، وهتلاعب ايفرتون في 28 صح كده؟ حلو. وعندي ماتش مع ارسنال، وهتلاعب تشيلسي في 29. عندي ماتش معاهم كلهم. طيب بص على الناحيه الثانيه بقى في توتنهام، هتلاقيها ماتشات اقل. ما كله عنده ماتشات مع التوب 6. لا ما عدا ان السيتي هتلاعب تشيلسي. انت لسه، ما هو السيتي يا ابني اصلا لسه هيلاعبني انا ارسنال وهيلاعب ليفربول. طيب ما انا بتكلم في كده، ان السيتي ده هيلاعب توتنهام وهيلاعب ارسنال وهيلاعب ليفربول وهيلاعب مانشستر يونايتد ولاعب تشيلسي وتعادل معاه. مبدئيا انا خرجت استون فيلا بره الموضوع. ليه بقى؟ استون فيلا مش هيبقى من الروابع. طيب يعني انت بتقول ان هم 3 مرشحين ان هم يبقوا افضل توالت. طيب يعني انت بتقول ان توتنهام هو اللي هياخد فرصه الوجود في المربع الذهبي. طبيعي. انا بشوف ان بالاداء اللي بيعمله توتنهام واستمراريه الاداء، ودي نقطه مهمه جدا، تفرق استمراريه الاداء عن الاداء الكويس. تمام كده؟ أكيد. مش هيبقى توب فور، كبيره يبقى مركز خامس، او يمكن استون فيلا ياخده مركز سادس. ليه؟ لان بنشوف مثلا توتنهام ده يعمل فورمه كويسه جدا ويجي يتغلب 2-1 من وولفز. بنشوف توتنهام ده بيجي في اخر الدقائق هوب يجيب جول ويحقق. في كام مره كان توتنهام ممكن يطلع فيها مغلوب او متعادل؟ هتقول لي ما اليونايتد كده، ما اليونايتد جاب جون في استون فيلا في اخر الدقائق، ما اليونايتد مش عارف مع وولفز جون كوبي ماينو في اخر الدقائق. اقول لك تمام، بس الفكره كلها ان اسم اليونايتد والحاله اللي دلوقتي اللي موجوده في اليونايتد، عشان انا خلاص بقيت داخل جوه الاخبار اكتر في الموضوع عشان بالتحضير بتاعنا. لا اليونايتد دلوقتي انت بتتكلم على اداره رياضيه جديده، بتتكلم على دعم غير مسبوق للسير جيمس راتكليف، الراجل اللي هيتولى مسؤوليه اداره الكوره من مانشستر يونايتد دلوقتي من ساعه ما استحوذ على 25%. وبيقول هو احنا مانشستر يونايتد بس اليكس فيرجسون وكل الخسارات اللي بتحصل دي مع تغيير مدربين بانماط مختلفه، ونقول برضه العيب في المدرب. هو الراجل طلع قال كده، هو العيب اكيد، هو وضحت كده ان العيب مش في المدرب. الراجل طلع قال لك العيب في منظومه كره القدم. فانت ازاي عايز تتنقل من اللعب الدفاعي لحد هو قال اللعب الدفاعي عشان تلعب بتربيب جوارديولا بتغيير مدرب؟ لا ده بيبقى على تغيير النادي كله. فانا بقول لك ان مانشستر يونايتد دلوقتي مع وجود فورمه ومع وجود ثقه اللاعبين، احنا كنا بيدخل فينا جون وعاملين في ماتش كويس جدا، يدخل فينا جون نوع، دلوقتي بيدخل فيك جون بترجع. تمام. دلوقتي اليونايتد بدا ان هو اللعيبه يبقى عندهم ثقه اكتر، بدات اللعيبه ان هي تنور، الفريق بيتحسب لما بتلاقي كذا لاعب في الفرقه عنده فورمه عاليه، مش لاعب او اتنين. تمام. عندك مثلا لعيب ممكن يبقى منخفض وبتاع، اخشى على اليونايتد ان هو ما يحققش المركز الرابع في حاله واحده بس، اللي هي الاستمرار الاصابات. تمام. انا لما شفت ماتشين 3 رجع فيهم لساندرو مارتينيز ولوك شو وهاري ماجوار اللي هم اصلا مش لعيبه، ما هاري ماجوار مش قد كده، بس على الاقل لما بدات تلعب شويه بالتيم فول تيم بتاعك قدمت، تعادلت، كسبت، انت ما اتغلبتش لغايه دلوقتي من بدايه من شهر يناير. عشان كده انا بشوف ان من وسط استون فيلا ومن وسط توتنهام ومانشستر يونايتد بدون العاطفه، مانشستر يونايتد هو الاوقع ان هو ياخد المركز الرابع. عشان كده انا بقول لك مانشستر يونايتد ان شاء الله توب 4 السنه دي، ده رايي. انا كنت بقول لك من شويه، انا مخرج استون فيلا بره القصه، مش هيبقى رابع يعني، تمام، هيلعب دوري اوروبي. طيب ليه؟ انا بحضر الحلقه او انا ببص على سون، لان انا كان عندي سون قبل كاس الامم، فانا عايز ارجع اجيبه تاني، فقلت ابص على الماتشات اللي جايه له، فبصيت على الماتشات اللي جايه له. هو كده بلانك في الجوله، يعني توتنهام بلانك الجوله 26،
متفقين. بص الماتشات اللي بعد كده، كريستال بالاس في ارض توتنهام، عندك توتنهام واستون فيلا. توتنهام في ارض الفيلا بارك، لو توتنهام كسب الماتش ده فانت كده اقصيت استون فيلا اكتر. ادي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، توتنهام هيلاعب فولهام، تمام. بعد كده توتنهام هيلاعب لوتون تاون. الاربع ماتشات دول في نظري دول في المتناول بالنسبه لمين؟ بالنسبه لتوتنهام، يعني في 12 نقطه على الاقل هياخد منهم 10. انا مش هقطعك، على الاقل هياخد منهم 10. طيب تيجي تبص على مانشستر يونايتد، عندك فولهام في ارضك، حلو. هتعدي ان شاء الله. حلو. الماتش اللي بعده بقى يا باشا مانشستر سيتي، ماشي تمام كمل. في السيتي، في ارض السيتي. فما اعتقدش ان انت، ما اعتقد يعني، انا بتوقع ان هو مش هتعدي منه. بعد كده عندك ايفرتون توتنهام وارسنال حصل فيهم مشكله بسبب ايفرتون، هو الماتش على ارضك فانت ممكن تعدي. تيجي تبص بعد كده على شيفيلد يونايتد، وبعد كده عندك برنتفورد العنيد. انت هتلعب 5 ماتشات، هو هيبقى مؤجل له توتنهام هيبقى مؤجل له ماتش. انا شايف ان المباريات بتاعه توتنهام اسهل، فبالطبيعي ان هو ممكن يجمع نقاط اكبر، ولو جمع نقاط اكبر واقصى استون فيلا هيطلع هو في الترتيب. ده اللي انا شايفه. معلش اسمح لي، احنا دلوقتي لاعبين 25 ماتش، يعني فاضل لنا 13 ماتش. حلو. يعني كل واحد مننا قدامه 13 فرقه مختلفه ان هو يلعبها. مظبوط. تمام. فمن الاخر ان ال 13 فرقه دول هتلاقي ما بينهم 6 7 ومشتركين عند الاثنين. دي نقطه. فانا مش هقيم انا ال 13 ماتش دول بمين مواجهته اسهل. حاجه الثانيه، ما ينفعش خالص في الدوري الانجليزي ان انت تقول ده قدامه ده وده 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 ودي ماتشات سهله. طب ليه؟ توتنهام ده مش اتغلب من برايتون 4-2 وبعد كده راح كسب برايتون 2-1. حصل. هي مالهاش ملك. طب انا دلوقتي لو كنت قاعد قلت لك توتنهام قدامه ايفرتون وولفز، هتقول لي زي كريستال بالاس ولوتون تاون ماتشات في المتناول. تمام. عمل ايه توتنهام قدامه ايفرتون وقدامه الولفز؟ توتنهام قصاد ايفرتون والولفز اتغلب، اتعادل 2-2 مع ايفرتون، اتغلب 2-1 من وولفز على ارضه. فهي مالهاش ملك. ملكتها مش ملكه انت تيجي تقول لي اسماء انديه هتنافس مين اسهل ومين اصعب، لا هي ليها ملكه في ايه؟ حاله الفريق بتاعتي انا عامله ازاي. مش هقول لك توتنهام وحش جدا وتوتنهام سيء وتوتنهام مش عارف، لا فرقه تمام كويس. ولما احنا لعبناهم من كام جوله كان خلص 2-2 توتنهام. بس انا شايف ان دلوقتي الافوق واللي واخد بيك اعلى واللي الروح بتدب فيه اكتر واللي الاداره فعلا بتتغير، وانا لاول مره من سنين طويل اشعر ان فعلا في حاجه هتحصل لمانشستر يونايتد. فانا بقول لك ان بكل هذا الزخم مانشستر يونايتد هو اللي هياخد فرصه التوب فور بشكل اساسي وبشكل كبير وبنسبه تفوق ال 70%. خلاص انت فرضت رايك وانا فرضت رايي، هم رايهم بقى ايه؟ الناس هي اللي هتقول رايها. بس انا بشوف ان توتنهام هو الاقدر والاحق، بس لان احنا بنشوف من توتنهام اول موسم مع انجي بوستوكوغلو بنشوف موسم مختلف. عندي سؤال تاني بقى. اتفضل. واحد بيشجع برايتون يكره مانشستر يونايتد ليه؟ برضه ليه؟ انت بتحب مانشستر يونايتد؟ انا بالنسبه لي عادي مانشستر يونايتد، مش كره يعني، ولا كره ولا حب يعني، بس عادي. اللي هو لو نزل خامس احسن ما يبقى ثالث بالنسبه لي انا. طول ما ارسنال فوق خلاص تمام، انا قشطه بيس. فاهم يعني اللي هو ليه يا جدعان حرقكوا ليه يا جدعان؟ لا حرقكوا ليه يعني. انا يونايتد مش فارق معايا، ليفر مش فارق معايا، سيتي مش فارق معايا. انا بحب في انجلترا بحب ارسنال. انا دايما عشان فكر ارتيتا عاجبني. انا بشجع 3 انديه. النادي الوحيد اللي بشوف ان هو واخد تعاطف اغلب مشجعين الكره في الاوروبيه بيبقى اي سي ميلان. يقول لك لا اي سي ميلان برضه يا اخي تاريخ امال الثاني يعني جبر وفرغيه. ما هو الثاني تاريخ برضه، يعني حاجه غريبه جدا. تلاقي الكل بيكره برشلونه كره اعمى بس بيتعاطف مع فاهم. ولا بس لا اس ميلان مالديني بقى ونيستا واوبا بقى بقى نص الملعب بقى وماركو فان باستن وبتاع مش عارف. طب ما جدعان بس لا اقول لك ومانشستر يونايتد برضه اقول لك على حاجه. لا مانشستر يونايتد يتكره ليه؟ لا والله يعني بص عادي. مشجعين ارسنال بالعكس احنا شفنا كوره حلوه من مانشستر يونايتد، فطبيعي ان انا ابقى حابب لعب مانشستر. مشجعين ارسنال بتكره مين يا ابني اكتر واحد في الدوري الانجليزي؟ مانشستر يونايتد. اقول لك ماشي عم اليكس فيرجسون وفينجر والنقاشات اللي كانت مثلا. بس انت لو سالت بتاع السيتي هيقول لك انا بكره مانشستر. يا عم ديربي وبتاع مش عارف ايه. ليفربول لا ايه ده هو اصلا ديربي انجلترا ليفربول يا ابني ما تقولش كده. ده هو اصلا ديربي انجلترا الاهلي والزمالك بتوع انجلترا ليفربول واليونايتد. ليفربول وايفرتون لا ده الصدام الاكبر بالنسبه لليفربول. لا عارف انت مثلا الاسماعيلي لما يجي يلعب مع فريق ثاني في اسماعيليه ده ليفربول وايفرتون. لكن الاسماعيلي انا فاهم لكن الاسماعيلي في تاريخ الدوري كاره لمين؟ كاره للاهلي. الاسماعيلي كاره اليونايتد ايه يا عم انتوا عشان اليونايتد هو اللي اعلى دلوقتي من ليفربول في عدد انا عايز اقول لك ان سير اليكس فيرجسون جه مسك النادي قال لك كان عندي هدف واحد ازاله ليفربول من العرش. حصل يعني هو اصلا حصل. العداوه موجوده ما بين الليفر واليونايتد كاكبر فرقتين، ده الكلاسيكو. بس لكن هل مثلا معلش هل مثلا ريال مدريد اتلتيكو مدريد ده ليفربول وايفرتون، ريال مدريد وبرشلونه هل بنفس قوه كره جماهير ليفربول للايفرتون؟ هات العكس. طب هات العكس. اكتر
اكتر فريق انا بكرهه ليفربول اكتر من السيتي كمانشستر يونايتد. ما ان السيتي ده غريمي في منطقتي اهو بس لا انا اكره ليفربول اصل السيتي ده ايه بيبي لسه مع احترامنا للمشروع والجوارديولا عشان ما حدش انت عارف مش فلوس يا ولد الفلوس يا ولد تاني الفلوس مش فلوس بس الفكره كلها ان انا كاره اكتر عشت مانشستر يونايتد وانا غريمي ليفربول. وتشيلسي وضعه ايه في الحوار ده؟ وضعه ايه في يا عم تشيلسي تشيلسي بقى توتنهام ده طيب قوي تحس ان هو كيوت خالص. توتنهام مع ارسنال دي عداوه انجلترا من لندن من زمان معروفه يعني بس انا ما عنديش يعني احنا كجماهير عربيه ما عندناش الكلام ده بس الفكره لا ليه مش قوي يعني مش للدرجه دي لا يعني. انا بكره من ليفربول لا بس اللي هو يعني ممكن تسب وتلعن فيهم والكلام ده لا مش هسب والعن فيهم بس عادي هتمنى يعني مش هيصعب عليا ليفربول لو خد المركز العاشر وبعدين دي في الاول وفي الاخر لعبه وكوره يعني لا ايه لعبه لازم اشجع بمنتهى الحماس ولو صاحبي ده يتغلب وهو معاه موس علشان خاطر مثلا يعور نفسه لا يعور نفسه ولا ينتحر هجيب الموس ده طهاره واقول له خد انتحر بيه يا باشا انا في الكوره ما عنديش فكره اللي هو كوره ولعبه. انا بتفرج على الكوره الاوروبيه بس سيبك من ريال مدريد انا متعصب لريال مدريد لكن بتفرج على الكوره الانجليزيه الايطاليه عشان بس الواحد بيستمتع بالكوره بننظف عينينا يعني من القرف اللي احنا بنشوفه. لا لمانشستر يونايتد ده في حته ثانيه بس انا ده السؤال اللي جاي تجاوبني عليه والله. المهم يا جماعه قولوا لنا هل بتكرهوا مانشستر يونايتد ولا بتحبوه؟ مرضي يابا؟ لا ليه انت مالك بيها يعني انت مالك بيها يا عم انا ما بحبوش ولا بكرهه انا بالنسبه لي عادي يا اخي. حلو لو كل الناس بالنسبه لك كل الفرق الثانيه عادي تمام. شكرا جدا لكم يا جماعه ان انتوا وصلتوا معانا لغايه هنا. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده البودكاست على الضيق ويا رب ان شاء الله باذن الله هتبقى اقل من نص ساعه وفي حدود النص ساعه يعني. شكرا جدا لكم نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بحلقه جديده. ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير وشاركنا على القناه عشان ما حد ليها في الديسكربشن. شكرا جدا ليك. سلام.